على الكاف إلى أمد بعيد. مخدرات، أموال شعب تصرف، مشاهدة المظاهرات والحالة المزرية للكثير من أبناء الشعب المغربي، في المقابل تبذر الأموال من أجل ماذا؟ من أجل العبث داخل الكاف. ممارسات ترقى إلى الممارسات الأنظمة المارقة البعيدة عن القانون، الخارجة عن القانون، التي لا تعترف بالأخلاق ولا بقيم الرياضة. يعني هذا شيء مؤسف جدا، لأنه يتعارض أصلا مع اللوائح المنظمة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف التي تنشد أو تؤكد على الحوكمة الرشيدة، على الشفافية، على النزاهة، على احترام أخلاقيات الرياضة. لكن هذا لا غير موجود في قاموس هؤلاء وفي قاموس هذا النظام المارق مرة أخرى للأسف. وليس فقط ما تحدث عليه طارق في تقرير، ولكن إنما فيه أمور أخرى تعدت القارة الإفريقية ووصلت إلى كبار المسؤولين في أوروبا وفي الكثير من الدول. إذا تكلمنا عن كرة القدم وعن الرياضة وعن المال الفاسد، فهذا واضح للعيان من خلال التأثير على مركز القرار، يعني في الكاف عبر أعضاء الجمعية العامة. لا أقول أن كلهم فاسدون، ولكن فيه تأثير واضح لهذا الحلف للأسف الذي هرب بالكاف إلى الوجهة التي يريدها من أجل خدمة مصالحه على حساب المصلحة العامة للشباب الإفريقي اليوم، الذي يريد أن تكون هذه الهيئة القارية يعني هيئة محترمة تعتمد على اللوائح المنظمة التي أقرتها الجمعية العامة وأقرها أيضا الاتحاد الدولي لكرة القدم. نتمنى فقط أن يكون فيه إصلاح لهذه الهيئة، لأنها مهمة جدا، إصلاح يقوم على الحوكمة الرشيدة بالأساس، لأن هذا ما تنص عليه لائحة الاتحاد الإفريقي، وهذا يتطلب عمل كبير ليس فقط من الجزائر وإنما من أصدقاء الجزائر ومن يريدون الخير للقارة الإفريقية، بعيدا عن المساومات، بعيدا عن المال الفاسد الذي لحق ضررا كبيرا بصورة كرة القدم الإفريقية. تشجع المخدرات. الرياضة أصلا الرياضة هي أخلاق. يعني أنا قلت يعني في تعارض تام، تستعمل أموال المخدرات وتستعمل أموال الشعب يعيش ظروف صعبة، ومن أجل ماذا؟ من أجل التلاعب بدواليب الكاف كما قلت سابقا. احنا الأمور غير عادية وغير طبيعية، تجاوزت كل حدود اليسار. ماذا تنتظر من نظام مارق يا كريم؟ يعني في الحقيقة الذي وتستعمل قبعة الوزير أيضا. كل شيء يعني لعبة عذرا على استعمال كلمة قذرة. أحد أدوات هذا النظام، نظام المخزن المارق، هو أحد أدواته. إذا لا يستحي من فعل الأشياء الغير القانونية، وهو حتى هو تورط أو ورد اسمه في فضيحة اسكوبار الصحراء التي أطاحت برئيس نادي الوداد. هو جزء من المنظومة أصلا، هو جزء من المنظومة، من هذه المنظومة الفاسدة. نتمنى فقط أن يكون الوعي، أن يصل الوعي إلى أعضاء الجمعية العامة في الكونفدرالية الأفريقية. نحن لا نقول لابد أن تمشوا على هذه الطريقة وذاك، ولكن فقط قدموا المصلحة العامة للشباب الإفريقي، لأن الشباب الإفريقي يستحق قيادة حكيمة ورشيدة. كثير من رجال يا زكريني نضلوا من أجل هيئة الكاف، من أجل إفريقيا، نضلوا من أجل أن نصل إلى 5 مقاعد في كأس العالم، نضلوا من أجل أن يكون صوت إفريقيا مسموع، لأنه تعرف جيدا التهميش الذي كان لإفريقيا في كأس العالم وعلى مستوى الفيفا، المكانة التي أصبحت للأفارقة اليوم بفضل الرجال. وبعدين يأتيك ناس يستعملون أموال المخدرات ويسيئون إلى إفريقيا قبل ما يسيئوا إلى أنفسهم، أشياء صراحة لا تليق أبدا بقارة إفريقية تتحدى كل شيء اليوم. نعم كريم، أنت قلت كل شيء، وطارق بوفليح في التقرير قال يعني قطرة من بحر من هذا لقجع هو جزء من النظام المخزني، هو جزء لا يتجزأ من هذا النظام الذي أفسد كرة القدم الإفريقية. منذ دخوله إلى المكتب التنفيذي للكاف كان يستعمل المال الفاسد من أجل شراء بعض الذمم، أقول بعض الذمم التي كانت تسانده. أنا نعطيك شيء، كاين فيه صحفي مغربي خالد ياسين تهكم على على لقجع وقال له بالحرف الواحد: كيف تلعب كل مباريات كأس إفريقيا وكأس العالم ذهابا وإيابا في المغرب، البلد الوحيد في العالم
الذي يلعب كل مبارياته. لماذا؟ لأن اشترى ذمم تلك الفرق، اشتراها بالمال الفاسد، بالمال تاع المخدرات، اشترى كل تلك الفرق التي كانت تلعب المباريات العودة. تخيل العودة في الدار البيضاء أو في أكادير في أي بلد. فوزي لقجع استطاع أن يهيمن على الكاف بتواطؤ بعض الأشخاص الذين اشتراهم. تخيل أن منذ مجيئه دخل إلى الكاف حوالي 24 عضو في كل اللجان، 24 عضو في كل اللجان دخلوا إلى لجان الكاف. وهذا نقول أن حان الوقت لكي تنهض كل البلدان الإفريقية من أجل محاربة هذه الآفة. أنا أقول آفة التي نخرت جسد القارة الإفريقية. كما قلت كذلك أنت، لولا الرجال كان المنتخب واحد يشارك في كأس العالم. بعد 82 بعد الجزائر استطاعت الجزائر وعدة دول أن تتحصل قارة إفريقيا على 5 مقاعد. لهذا أنا نقول وغيرنا قوانين الفيفا أنذاك. أنا نعطيك حتى قوانين الفيفا في لايفاب في كرة القدم الجزائر، وسيأتي اليوم وأشرح للجماهير أنها غيرت في لايفاب 4 قوانين هي التي غيرت الجزائر في قانون لعبة كرة القدم. لهذا أقول حان الوقت أن تتغير الأمور في الكاف. وهذا إن شاء الله عندما يكون رئيس الفاف وليد صادي داخل اللجنة التنفيذية للكاف. نركز على أيضا البهاماس، خدمة الكرة الإفريقية هنا في الوقت اللي بعض الرجال، في وقت أنه الرجال يدافعون عن إفريقيا ويجلبون المكاسب على غير ما حدث مع قانون البهاماس، هناك من يحطم إفريقيا بالمال الفاسد وبهذه القرارات التعسفية. وكأنه هناك سياسة لجعل من الكاف مثلا مملكة خاصة، يعني المراد بها تحقيق مآرب شخصية ومآرب سياسية أيضا. وهذا يعني هذا خطط له ودبر له بليل، يعني فلابد اليوم من أنا نقول لابد من نهضة توعوية، يعني نهضة مصلحية عامة في إفريقيا. يعني لن يكون الأمر سهلا بالتأكيد، لأن الأحداث القادمة والمنافسات القادمة توحي أن هذا الحلف الذي أسس لنفسه إمبراطورية حقيقية تقوم على المصلحة الخاصة والفساد وخدمة أجندات يعني خاصة لن يتخلى عن هدفه بسهولة. لهذا لا بد من استراتيجية واسعة تشمل العديد من الدول من أجل إفساد هذه الخطط التي الدنيئة والتي أساءت كثيرا لإفريقيا وللشباب الإفريقي. فالنضال سيستمر مثل ما قلت بفضل الرجال، بفضل الدول، بفضل الكفاءات النزيهة في إفريقيا وما أكثرها. وإن شاء الله مع مرور الوقت هذه الإمبراطورية ستجد نفسها أمام حقيقة الواقع، والواقع هو أن إفريقيا باستطاعتها أن تنهض، لكن ليس بعمل الجميع، بإرادة الجميع وبمشاركة الجميع وبحوكمة رشيدة وقادرة على أن تعطي المكانة أو تجعل إفريقيا في مكانتها الحقيقية والطبيعية. طبعا إفريقيا بنجومها بلاعبيها اللي لعبوا في أعلى مستوى، الأصوات أصبحت تتعالى من كل الأماكن. لماذا؟ لأنه فيه نجوم تلعب في أعلى مستوى. لما تعود إلى بلدانها الأصلية تريد أن تقدم خبرتها وتجاربها، تريد أن تساهم في رفع مستوى التسيير في إفريقيا، ولكنها تجد في طريقها تجد أشخاص لا علاقة لهم بكرة القدم، يستعملون نفوذ سياسي بقبعات متعددة وبمال فاسد. في نهاية المطاف يقطعون الطريق في وجه أبناء الماما إفريقيا ونجومهم جبل نعمون. صحيح كريم، بمجرد الحديث عن الكاف يا كريم يخطر في أذهاننا ممارسات غير أخلاقية، ممارسات غير رياضية، لوبيات التي تأسست في السنوات الأخيرة. أعيد وأكرر، اللوبيات التي تكونت في السنوات الأخيرة. لأنه يا كريم السؤال من كان وراء دخول هذا النكرة، لأنه أقول له أنه هو بيدق من بيادق النظام المخزن، دخوله إلى أروقة الكاف
من كان سببه؟ السبب يعود إلى أنه الكاف تتحمل مسؤولية كيف هذا الشخص دخل وأصبح صاحب القرار. لأنه يا كريم لما نسمع هذا الاسم هذا الشخص يخطر في بالنا مباشرة المال الفاسد الذي لا يختلف اثنان أنه من أموال مشبوهة ومن مداخيل مشبوهة التي تكلم عنها الطارق. لما يخطر في بالنا هذا الشخص يخطر في بالنا مباشرة التلاعب بالنتائج، حتى في تعيين التظاهرات ومكان التظاهرات تعطى للناس أو المناطق أو الدول التي لا تستحقها وتعوض دول تستحقها كالجزائر التي سرق منا تنظيم كأس إفريقيا رغم أننا عندنا لم يسرق نعم نحن أموال أكبر يا جابر. نعم. صراحة إفريقيا اللي تحتاج لنا والكاف اللي تحتاج صحيح. لنا اليوم. الآن هم يؤكدون أنهم بحاجة إلينا لما رأوا الملاعب العالمية والبنية التحتية للجزائر. نحن أكبر من كل هذا. نحن اليوم نتكلم عن إفريقيا لأننا جزء من إفريقيا، ولا نقبل أبدا مثل هذه الممارسات التي ندد بها أبناء إفريقيا من نجومها، لأن الأصوات تعالت من كل مكان ليس فقط من الجزائر، لأنه إفريقيا هي المهددة أصلا، والكاف والكرة الإفريقية التي كما قلت ضحى من أجلها الكثير من اللاعبين والشخصيات البارزة. تساءلت وقلت كيف فرض نفسه وكيف تغلغل فوزي لقجع داخل دواليب الكاف. بكل بساطة لأنه استعمل كل شيء، استعمل أموال المخدرات، استعمل الأساليب الأخلاقية، واستعمل أيضا بكل بساطة الجوسسة. تفاصيل بخصوص هذه القضية مع زميلتنا إكرام قاضي. رائحة الفساد تفوح من أروقة الكاف، وبطلها فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الذي يسعى دائما للكولسة الدنيئة ليمنح المغرب تنظيم عدة أحداث كروية على رأسها كأس إفريقيا لكرة القدم باستعمال أساليب غير أخلاقية. وبيغاسوس نظام تجسس وأحد هذه الأساليب الخبيثة التي يعمل عليها النظام المغربي بعيدا عن الأنظار. فوزي لقجع بات تحت مجهر الرقابة إقليميا وقاريا وعالميا باعتباره جزءا من نظام فاسد يساوم تحت الطاولة ولا يتردد في خرق الأعراف القانونية والأولمبية من أجل تحقيق أهدافه الدنيئة. C'est d'abord dommage que nous sommes à ce niveau نحن مستاءون من هذا المستوى الذي وصلنا إليه في التسيير. لم نتخيل يوما أن تكون هواتفنا الخاصة تحت التنصت والرقابة، خاصة عشية الانتخابات، وعليه استغربنا أمورا عدة. حتى بعض أعضاء الكاف والأمين العام اشتكوا من أنهم يتعرضون لضغوطات ويعانون من مشاكل. لقجع استغل منصبيه السياسي والرياضي اللذين يتقلدهما في آن واحد، فعلاوة على ترأسه الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يتقلد منصبا حساسا في حكومة بلاده، وزيرا منتدبا لدى وزارة الاقتصاد والمالية مكلفا بالخزينة، ما يعني أن أموال الشعب المغربي تحت تصرفه، وهو مكنه من تسخيرها في خدمة أجندته وأجندة النظام المخزني الفاسد على مستوى الكاف، وتمكن بذلك من شراء ذمم ضعاف النفوس من أعضاء المكتب التنفيذي في الاتحاد القاري لدعم ملف بلاده لاحتضان كأس إفريقيا 2025. وبقدر ما يكون نفوذ لقجع مفيدا لملف بلاده في كرة القدم، فإن ذلك سيكون بالمقابل لعنة على الملف المغربي، لأن لقجع هو الشخصية الأكثر عرضة للشبهات، وهو ما يضعه تحت مجهر محاربة الفساد في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. أن تتجسس على هواتف أعضاء من الكاف، أن تتلاعب بأموال الشعب المغربي، أن تستغل امتلاكك لمفاتيح الخزينة وتبذر وتشتري الذمم مثل ما شئت، بكل بساطة لا تعليق. صحيح كريم، لأنه تجاوز كل الحدود.
تجاوز كل الحدود، في حين أن الشعب المغربي الشقيق الذي نتمنى أن ينهض من أزمته المتعددة والمتواصلة والضحية في نفس الوقت، يعني يعاني الولايات، ويعاني على مر السنين من الفقر، من الكثير من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية وحتى السياسية أيضا. كان يفترض أن تصرف هذه الأموال على هذا الشعب، يعني من أجل رفاهيته، من أجل تحسين معيشته وقدرته الشرائية، لكن للأسف مرة أخرى وقعنا نحن في حالة يعني متناقضة تماما. يعني من أجل ماذا؟ من أجل صورة، من أجل الإظهار على أن لديه قوة التأثير والنفوذ في ماذا؟ من أجل لا، المفروض اليوم هذا جنون. أنا قد أضع في خانة الجنون لما نوصل أني نجسس عليك ونستعمل كل الأموال في جنون. على فكرة كريم، هذا برنامج التجسس بيغاسوس هو طالع حتى مسؤولين كبار في رؤساء دول، يعني كبار، يعني على مستوى كبير في دول. هي حقائق دامغة طبعا، وحتى نواب في البرلمان الأوروبي، وهذا تأكد لدى هؤلاء، يعني حتى لدى المحاكم الأوروبية. ليس أي كلام، نحن لا نتكلم من فراغ طبعا، وأعطيتني الفرصة حتى أؤكد على هذا. حتى نواب في البرلمان الأوروبي أكدوا هذا، رؤساء دول في أوروبا يعني معروفة وكبار أكدوا على هذا واشتكوا. لكن هذا النظام، أنت تعرف هذا النظام بيغاسوس، أنت عندك شكون صاحبه أو من ملكه في الحقيقة هو الكيان الصهيوني. علينا أن نربط بين هذا النظام وبين هذا النظام الصهيوني الذي للأسف يقوم بإبادة جماعية في فلسطين المحتلة وأيضا في لبنان. إذن اليوم هذا التحالف غير طبيعي بين هذا النظام والكيان الصهيوني يعطينا نظرة أو تصور لما يريد أن يصل إليه هذا النظام. يعني فما بالك بكرة القدم الإفريقية، أعتقد أنه مستعد لفعل كل شيء من أجل بسط هيمنته وسيطرته على هذه الهيئة الكروية. لذا أقول أن الوقت حان من أجل تضافر الجهود لإصلاح هذه المنظمة الكروية التي تبقى، يعني يفترض أن تبقى في خدمة الشباب الإفريقي والدول الإفريقية على السواء. وهو ما تريده عديد الاتحاديات الزكريني. بدأ التحرك جديا وبدأت التحالفات، خلاص بلغ السيل الزوبة بكل بساطة، والتحركات أصبحت حثيثة. محمد زكي. نعم، فيه تحركات عديدة. أنا نزيد نعاود واش قال يوسف، إذا كان هناك شعب مضطهد لابد أن هناك جلاد، في كل الميادين. كذلك في الكاف لقجع، شفنا ذكر في التقرير أن حتى بعض الأعضاء، حتى بعض العاملين في الكاف قال لك نتلقاو تهديدات من طرف لقجع من أجل أشياء، افعل هذا، ابعث هذا. كنا نسمعوا ذلك فيهم. هناك تهديدات من طرف لقجع، ولكن هناك كثير من الدول وكثير من اللاعبين الكبار، وعلى رأسهم سابواليتو، وعلى رأسهم دروغبا، على لاعبين كبار ضد هذا اللقجع. وكذلك كثير من الدول المنطوية تحت الكاف يريدون التغيير الجذري في الكاف، وعلى رأسهم الذي يقول فيه هناك الجزائر، جنوب إفريقيا، مصر، ليبيا، تونس، عدة دول إفريقية تريد التغيير وتريد خلع هذا اللقجع من المنظومة الكروية التي أفسدها منذ دخوله إلى الكاف. أفسد الكثير والكثير بالمال الفاسد.